be proud of yourself, accept yourself. accept ايه؟ 92%. اقدموا على ايه؟ على الانتحار على الاقل مره. 95% انت قلتي صح. ايوه انا قلت صح. 95% من الذكور بيتعرضوا لدرجه من درجات التحرش. ريد فلاج كبير قوي، علامه حمراء جامده جدا، لمبه عماله تنور وتطفي. 10% من اسباب المثليه الجنسيه هو نموذج الاب السيء. هيقول لي لا التربيه الحديثه ومش التربيه الحديثه. الله يخليكم، خلي التربيه الحديثه في حاجات تانية غير اللي انا بتكلم فيها. فضحك ضحكه كده مستهزئه وقال لي هو انت بقى هتفهمي اكتر من الامريكان؟ فالحقيقه قلت له طبعا في دي طبعا افهم اكتر من الامريكان. كنا من فتره عملنا استبيان كده على الصفحات بتاعتي، انتوا تحبوا نتكلم احنا في ايه؟ تحبوا نقول لكم ايه؟ تحبوا ان احنا نتناقش في ايه؟ في رساله توعويه وتثقيفيه انا الحقيقه ما بتنزلش عنها ابدا. بنغيب وبترجع نفس الاسئله بتتسال تاني من ناس تانيين، او من ناس يكون اهتماماتهم اتغيرت او ظروفهم اتغيرت، وبتستلزم ان هم يسالوا النهارده في مواضيع يمكن ما كانوش محتاجين لها امبارح. احنا جمعنا كل الاسئله بتاعتكم علشان نجاوب عليها وعشان نتكلم فيها من غير قلق، من غير اغطيه، من غير رتوش، علشان كل واحد يوصله المعلومه اللي هو بيدور عليها. اتمنى ان الفيديوهات اللي احنا هنعملها للغرض ده تنفعكم. اتمنى انها تكون سبب في ان الواحد يعيش حياه الطف، ان احنا نتقي بيها حاجات مش كويسه، ان احنا نعرف نقرب من ولادنا ونحذرهم من حاجات ممكن هم يقعوا فيها. المهم ان احنا لو تابعنا الفيديوهات دي اوعدكم ان كلكم هتستفيدوا. موضوع المثليه الجنسيه هو اكتر موضوع اتطلب مننا ان احنا نتكلم عنه دلوقتي، يمكن عشان الموضوع على السطح، يمكن علشان عالميا بقى موضوع عادي، يمكن علشان كل المنصات حتى بتاعت الدراما والانترتينمنت وكده جايبه بتقحم موضوع المثليه الجنسيه في كل حاجه، سواء في مشاهد، سواء في افلام، سواء حتى بكل اسف في كرتون. الكلام ده بقى يعني منتشر جدا، وبالتالي بدات الناس جزء منهم عايزين يعرفوا ايه هي، جزء منهم خايفين جدا على اولادهم من الموضوع. فاذا بدانا بنقول تعريف المثليه الجنسيه ايه؟ المثليه الجنسيه هي ميول غير طبيعيه. ربنا خلقنا انه الذكر يميل للانثى والانثى تميل للذكر، فلو في ميول حد فيهم بيميل لنفس الجنس، للجنس اللي مثله اللي زيه، فدي اللي اسمها المثليه الجنسيه. المثليه الجنسيه دي موجوده عند الذكور وموجوده عند الاناث. عند الذكور بنسبه اكبر، عند الاناث بنسبه اقل. يعني البرسنتج بتاعت الولاد او الشباب او الرجاله اللي مصابين بالموضوع ده اكتر من نسبه البنات اللي مصابين بالموضوع ده. دول among المجتمع الذكوري، دول among المجتمع الانثوي او البناتي. فاحنا لازم نفهم يعني ايه المثليه الجنسيه. الميول دي او المثليه الجنسيه خلينا نسميها كده درجات كتيره جدا. درجات من اول انه الواحد مجرد لما بيفكر في نفس الجنس بيبقى مبسوط وبيبقى داخل في حته الاثاره، يعني بيفرز عنده الهرمونات اللي بتفرز وقت ما بيكون مستثار جنسيا، وبتتدرج بقى لانه مثلا ساعات بتبقى علاقات عاطفيه، ساعات بتبقى حب عنيف جدا وملتهب جدا ناحيه حد من نفس الجنس، واكتر ان هو بيبتدي يدخل في علاقه بيسموها سوفت، او بقى في زي تلامس جنسي ما بين الطرفين. وبعدين المرحله القصوى اللي هي بيكون في علاقه فعليه ما بين الطرفين، سواء الشخص المصاب بالمثليه فيها بيكون طرف ايجابي طول الوقت او سلبي طول الوقت، او بيبقى متبادل في ادوار الايجابيه والسلبيه احيانا. المثليه الجنسيه هي شيء مكتسب، علشان الناس اللي بتسال مفيش حد اتخلق كده. ده التعريف المبسط لموضوع المثليه الجنسيه. في سؤال متداول جدا اللي هو المثليه الجنسيه هل هي acquired ولا innate؟ الواحد بيتولد بيها ولا بيكتسبها؟ هو الحقيقه مفيش حد ابدا اتولد عنده مثليه جنسيه. وبقولها المقوله دي وببروزها
علشان كتير جدا بيجروا ورا التعريفات الأجنبية وبيجروا ورا الحاجات اللي هي بتبرر لهم سلوكياتهم. الحقيقة المثلية الجنسية مكتسبة. طيب ايه اللي بيخلي الواحد يحس ان هي اتولد بيها؟ الحقيقة لانها بتصيب من الذكور شخصيات معينة. الشخصيات دي بتكون شخصيات مش عايزة تجاهد، شخصيات بتميل إلى الراحة، شخصيات بتميل إلى الاستسلام للواقع أو للكائن. فالشخصية دي اللي هو هذا الولد أو هذا الذكر اللي بيتميز بالشخصية دي بيكون هو دي الشخصية الوحيدة، وبقول الوحيدة، اللي عرضة للإصابة بهذا الابتلاء. فهو خلاص مستسلم للي هو فيه، وبالتالي بيبتدي يدور على مبررات تخليه يفضل في اللي هو فيه وتبعده عن دائرة ان هو مطلوب منه المجاهدة او مطلوب منه مقاومة الحاجة اللي هو حاسس بيها. ده بينعكس عليه بان هو طب خلاص اعمل ايه؟ فده في شيء جوه نفسه بيرتاح للاستسلام ده، لان ده بيوافق شخصيته، بيوافق تركيبته النفسية. لكن هل ده حقيقي؟ لا، ده مش حقيقي نهائيا. وكل واحد بيشعر في نفسه ان هو عنده هذا النوع من الميول لازم يعرف ان هي مسؤوليته انه يفضل عنده هذا النوع من الميول، ومسؤوليته ان هو ما لجأش للعلاج عشان يتخلص منها، ومسؤوليته ان هو يفضل لانه لو صبر او كل ما فضل على الاحساس ده هيبتدي الموضوع يتمادى معاه. ممكن يبقى مجرد ميول في الاول، بعد كده هيبتدي الموضوع يكبر 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 معاه، لانه يعني مجرور في طريق لازم ينتهي بموضوع بقى الممارسه وحاجات بتبقى مش لطيفه ابدا، بالذات لو يعني لجأ بقى للمجتمعات اللي هي هتحميه او ان هي هتقول له لا انت طبيعي، لا انت كده. ولكن اؤكد لكل الناس انه هيظل دائما شيء جوه اي حد عنده او يشعر بالمثليه الجنسيه بيقول له انت غلط. من اهم الموضوعات او الاسئله اللي بتطرح، طب انا ليه كده؟ واشمعنى انا؟ ايه اسباب ان انا بالذات بقيت عندي مثليه جنسيه او بشتكي منها؟ الحقيقه هو في سبب كبير قوي قوي، وبعدين في عوامل بتؤدي لده. طيب اذا احنا عرفنا انه الاحصائيات العالميه بتقول انه تقريبا 95% من الذكور بيتعرضوا للتحرش في الصغر في سن ما قبل ال10 سنين. 95% انت قلتي صح؟ ايوه انا قلت صح. 95% من الذكور بيتعرضوا لدرجه من درجات التحرش، لان هم طبيعي الطفل مش هيفضل في حضن امه طول الوقت، هيبتدي ينزل، هيبتدي يروح حضانه، يروح مدرسه، ينزل تمرين، يروح نادي، ينزل يروح يشتري حاجه من الشارع، والدنيا مليانه خير وشر. ف 95% من الاطفال بيتعرضوا للتحرش. نوعه ايه التحرش؟ انواع كتيره جدا جدا، بدايه من التحرش اللفظي اللي له خلفيه جنسيه، للتحرش اللي فيه تلامس خفيف، التحرش اللي بدون تلامس خالص بمجرد عرض اعضاء جنسيه على ناظري الطفل، يعني الطفل يبقى شايف اعضاء جنسيه بتاعت حد اكبر منه، لتلامس بسيط ان هو هذا الحد اللي اكبر منه بيطلب منه ان هو يلمسه وانه الكبير يلمسه، وبعدين الموضوع بيتطور الى اقصى الدرجات وهو الاغتصاب وهتك العرض التام. فدي درجات التحرش. كام في المية؟ 95%. بكررها تاني، 95% من الاطفال بيتعرضوا للتحرش نتيجه عدم توعيه الاهل ليهم. طيب من ال 95% دول 3% بتكون تركيبتهم الشخصيه فيها نوع من ان هي شخصيه سلميه استسلاميه. يعني ايه شخصيه سلميه؟ يعني مش هيعمل مشاكل، مش هيزعق، مش هيقاوم، مش هيضرب الشخص ده، مش هيزقه، مش هيعترض. شخصيه بتبقى خوافه شويه، فالتاني بيبتدي يعني يستشف ده من شخصيه الطفل وبيسوق فيها بقى زي ما بيقولوا، ويبتدي يتمادى مع الطفل ده مره والتانيه والتالته، علشان الطفل شخصيته من النوع انها شخصيه سلميه استسلاميه. الطفل بيستسلم وبيعتبر ان هو ده الواقع،
كمان بيكون هو ده اول انكاونترمنت مع اول مواجهه مع الاحساس الجنسي او اي حاجه ليها خلفيه جنسيه، وبالتالي بيبتدي يعني بتطبع عنده في القالب بتاعه النفسي بتاعه ان هو اول احساس كان في اطار انه ذكر مع ذكر، واحيانا عند بعض الاطفال بيبتدي انه حتى المرحله السنيه بتاعت الذكر ده، حتى شكله، حتى بنيانه الجسدي، هو ده اللي بيخلي الطفل دايما بيميل ناحيه نفس المواصفات بتاعت هذا الرجل. ده شيء خطير جدا جدا جدا، لانه احنا هنا عندنا اسباب، الاسباب بتبقى 85% منها انه تعرض للتحرش في الصغر، بس لازم الاسباب دي تقابل العوامل دي، ان الولد شخصيته من النوع المستسلم ومن النوع البيسفل جدا، والعوامل الثانيه ان هو نوعيه العلاقه بينه وبين اهله ما تسمحش ان هو يجي يحكي حاجه حصلت له من هذا النوع. ربما تكون العلاقه مش حميميه كفايه، مش قريبه كفايه، ربما يكون في عند الطفل ده خوف من رد فعل الاهل ان هو هيتعاقب. في بعض الاهل بيقول لك عاقب الولد احتياطي حتى لو كان مش غلطان، عشان دايما يمشي على الصراط المستقيم ودايما يبقى دغري وكويس. الحقيقه الكلام ده غلط جدا، غلط جدا ان احنا نعمله. الكلام ده احنا يا جماعه لازم ينبهنا، ولازم يبقى ناقوس خطر كبير جدا ان احنا لازم نحسن علاقتنا باولادنا. علاقتنا باولادنا لازم يكون فيها ثقه عاليه جدا، لازم يكون فيها رد فعل لطيف مش سخيف. علاقتنا باولادنا لازم يكون فيها مساحه امان لا نهائيه، ولازم يكون في جسور حوار ممدوده، ولازم يكون فيها كمان حمايه واحساس بالحمايه، ان هو يحس ان دايما له ظهر، انه لو حصل له حاجه ابوه او امه مش هيخذلوه، لا هياخدوا له حقه، او على الاقل هيحتضنوه ويطلعوه من اللي هو فيه. طيب احنا قلنا ان الاسباب دي 85% الاعتداء في الصغر. طيب بقيه ال 15% ايه؟ هنا برضو ريد فلاج كبير قوي، علامه حمراء جامده جدا، لمبه عماله تنور وتطفي، ودي بوجهها للاباء. لما نكلم الاباء اللي عندهم اولاد، بالذات اللي عندهم صبيان، وطبعا اللي عندهم بنات، بس بشكل عام اللي عندهم اولاد بيبقى عندهم المشكله دي اكبر، انه ايها الاب انت دلوقتي ما بقتش لوحدك في الدنيا. ايها الاب انت عليك مسؤوليات كبيره جدا جدا، اهمها انك انت لازم تبقى قدوه. طب ايه مناسبه الكلام ده في اللي احنا بنتكلم عليه؟ لانه 10% من اسباب المثليه الجنسيه هو نموذج الاب السيء، نموذج الاب القاسي، نموذج الاب العنيف، نموذج الاب السخيف اللي هو وجوده في البيت مش حاجه لطيفه، نموذج الاب الثقيل اللي هو تقل على اي حد يتواجد معاه، على ابنه وعلى بنته وعلى مراته، نموذج الاب الغلاط. يعني اي حاجه من دي مع اذا تواجدت مع شخصيه الطفل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الشخصيه البيسفل لطيف، الشخصيه دي بتبقى نعمه. شخصيه الولد بالذات لما تبقى كده بيبقى حنون جدا، بيبقى مخلص جدا، بيبقى حبوب، يعني عايز يحب وعايز يتحب وعايز يدي حب لكل اللي حواليه وعايز ياخد حب من كل اللي حواليه. ساعات كتير قوي ده بيبقى رد فعل الاب، ان هو انت يا ولد ما تسترجل، انت يا ولد مالك ناعم كده ليه، انت يا ولد مالك مايع كده ليه. الحقيقه هو مش كده، هو تركيبته لطيفه، تركيبته بيسفل. مش لازم كل الصبيان يبقوا عنيفين، مش لازم كل الصبيان يبقوا بيحبوا يضربوا ويتضربوا ويتخانقوا ويجوا متعورين ودماغهم مفتوحه وهدومهم مقطعه. بالعكس، اتس بليسنج ان يبقى الواحد عنده ولد زي دي حاجه جميله، دي نعمه من عند ربنا، لان هو بيكون حنون على الاسره كلها وبيكون عايز يديهم عينيه لو طلبوا. فاحنا لازم نحترم كينونه هذا الطفل، ولازم نعامله برفق، ولازم نعرف حاجه مهمه قوي، ان الشخصيه دي كرامته بتبقى عاليه قوي. في بعض الاباء بيحللهم ان هو يهين كرامته، كرامه ابنه بالذات قدام الناس،
ويقول لك عشان يسترجل اصل الواد ده مايع، اصل الواد ده ناعم، اصل الواد ده كذا. لا، انا عايزه اقول معلومه انه كثير جدا من المبدعين العالميين هي الشخصيه دي، لانه عنده وقت يفكر، وعنده وقت يبدع، وعنده وقت ان هو ينتج حاجات ذهنيه، لان هو مش منشغل باللي حواليه، هو جواه في عالم كبير جدا من الذكاء الحاد ومن القدرات الذهنيه غير المحدوده، ومن الوجدان الغني جدا جدا. واذا عايزين نضرب امثله فممكن نقول انه ليوناردو دافنشي كان الشخصيه دي، ممكن نقول انه مين كمان من الفنانين، بيتهوفن كان الشخصيه دي، فان جوخ كان الشخصيه دي. احنا بنتكلم على مستوى من الابداع قوي جدا وعالي جدا. من الكتاب نجيب محفوظ كان من الشخصيه دي، كان يوسف ادريس من الشخصيه دي. وده ليه؟ لان هو زي ما قلنا طاقته مش طالعه لبره في العنف وفي التشابك وفي الضرب وفي الخناقات، لكن طاقته مبدعه جدا جدا. سواء في مجال الموسيقى، في مجال الفن، في مجال الكتابه، عندهم ايماجينيشن مش معقوله الشخصيه دي. فده فرصه ان احنا كل اب بيتفرج علينا، اب بالذات، لانه ده ولد. الولد وهو لسه طفل في مرحله تكوين شخصيته بيبص انه انا هبقى زي الراجل ده، والبنت بتقول انا هبقى زي الست دي. لما بيحصل لخبطه في الموضوع ده، الولد بيبتدي ما يعجبوش انا هبقى زي ده، لا انا مش عايز. فيبتدي اوتوماتيكيا ان في مرحله الطفوله المبكره والطفوله المتاخره بيبتدي يلتصق بنموذج الام، حتى تلاقيه بيتكلم زيها، فطبعا كلامه هيبقى ناعم شويه، بيعمل حركات زيها فحركاته هتبقى فيمينين شويه او يعني حريمي شويه، وبالتالي الاب هيستفز اكتر، فهيبتدي بقى اعنف، فبيزود الطينه بله وبيزود الجاب او بيزود الفجوه اللي موجوده بالفعل بينه وبين ابنه. دي حاجه خطيره جدا جدا جدا. طيب لو نموذج الاب السيء ده مع بنت، سواء بالعنف او بان هو ما بيقولهاش الكلام اللطيف المفروض تسمعه، او ان هو مش بيشبعها عاطفيا، او ان هو مش محتضنها كفايه، البنت دي بتبتدي تكره كونها بنت، فبتبقى جاي برضه، بتبتدي تبقى عندها مثليه بس من كراهيتها انها بنت، لانها كل حاجه بتترجم عندها انه انا كده عشان انا بنت. بالذات لو ليها اخ، الاب بيعامله بشكل احسن علشان هو ولد وهي بنت، فتبتدي تقول لا انا مش عايزه ابقى بنت، انا عايزه ابقى ولد، فتبتدي تادوبت او انها بتبقى تتبنى نموذج الرجل في نفسها، بتتبنى نموذج الرجل وبتبتدي تبقى عنيفه، وتبتدي تبقى مش سلسه، وتبتدي تبقى سخيفه. فبالنسبه لابوها هي بتعتبر ان ده عقاب ليه، وان هو لا يستحق منها ابدا انها تبقى البنوته الكيوت اللي هو ممكن يفتخر بيها او كده. حتى لما بقى بعد وقت وهو يبتدي الاب يعرف غلطته، سواء حاول يصلح مع ابنه او حاول يصلح مع بنته، ما بقولش انه مستحيل، لا ممكن، بس بيبقى صعب جدا جدا جدا. موضوع الايدج رينج، مدى السن، يعني احنا نخاف على اولادنا بدايه من سن كام؟ ان هم يعني ايه اكتر من ان هو كرتون كرتون بيطلع وبيبتدوا يحطوا للاطفال السم في العسل. السم في العسل ده اللي هو احداث عاديه جدا، ناس لطاف جدا، اسره سعيده جدا وفيها الكلام ده، اصحاب لطاف مع بعض، الدنيا جميله ومتظبطه وفي الكلام ده. الحقيقه يعني انا مش قادره اقول ده يعني اجرام قد ايه، اجرام من الناس اللي صانعي هذه المحتويات والمشرفين على البلاتفورمز دي او المنصات دي، ان هم يبداوا يغسلوا دماغ الاطفال بالكلام ده. وعلى فكره حتى للاسف على مستوى مدارس كتير، حتى مدارس انترناشونال موجوده في المنطقه بتاعتنا في بلدنا وفي البلاد المجاوره، ان هم بيتكلموا في الكلام ده عادي جدا، تسويقي، كلام تسويقي لموضوع الهوموسيكشواليتي، علشان يطلعوا اجيال من كده.
الحقيقه انا تفسيري انه ده عامل زي الحرامي اللي بيستخبى في حي كله حراميه، او اللي علشان ما يبقاش ماشي لوحده وموصوم بيبقى عايز الناس كلها تبقى موصومه معاه. ده حاجه ديفنس، يعني هو ده وسيله دفاعيه نفسيه معروفه، انه لا عايزين نبقى كتير علشان نستخبى جوه بعض، وعلشان احنا مش مرتاحين واحنا كده. ايوه هم مش مرتاحين. طيب الايدج رينج، نرجع للايدج رينج. انا شايفه انه ما فيش حاجه يعملها الطفل بدون رقابه. يعني ايه؟ يعني ما سيبش ولادي عشان ارتاح من دوشتهم واريح دماغي منهم ان هم يقعدوا وافتح لهم ايا كان بقى الفيلم ولا ايا كان المنصه علشان هم ساكتين وقاعدين قدام التلفزيون. لانه احنا لو انا مش شايفاهم ومشرفه عليهم وشفت الافلام دي قبلهم، يبقى انا مش عارفه ايه اللي بيدخل دماغهم. احنا بنعمل ايه مع اولادنا اول ما بيتولدوا؟ في مواعيد بنبقى كاتبينها عندنا وعمرنا بنتاخر عنها. بنديهم تطعيمات. ايه التطعيمات دي؟ التطعيمات دي عباره عن ميكروبات بس مضروبه على دماغها ومعموله، احنا عاملينها كويس قوي، يعني عارفين نتعامل معاها ازاي جوه المعمل، علشان نضمن ان احنا لما نديها لاولادنا تاثيرها يبقى ايه، وعلشان لما يجوا يتعرضوا للميكروب اللي في قوته يعرفوا يقاوموه. انا المفروض اعمل نفس الحاجه. يعني اول حاجه، اول مقاومه مطلوبه مني ان انا اصاحب ولادي. لازم ان انا ولادي ما يلاقوش صدر حنين غيري. لازم ما يلاقوش ابدا مكان امان اكتر مني. لازم ما يلاقوش حاجه يروحوا لها ريزورت، يروحوا له ويرتاحوا له ويعترفوا ويتكلموا فيه غيري، مش غيري انا كأم. غيري انا كأم واب واسره يعني صغيره، الدايره اللي هي الاميديت. الاطفال لغايه سن معين ما عندهمش غير دايره واحده، اللي هي الدايره الفيري كلوز عليهم، اللي هي الاسره القريبه جدا، سواء بقى اب وام، جد وجده، خلان، عمام، لو في اخوات اكبر. دي مده طويله جدا في حياه الطفل، هي دي الدايره الوحيده اللي حواليهم. بعد شويه الطفل بيروح لدايره اكبر شويه، بقى في حضانه، بقى في مدرسين في الحضانه، بقى في مشرفين في الحضانه، بقى في عماله في الحضانه. بعد شويه الدايره اللي اكبر والاكبر. فانا بالنسبه لي دايما الدايره اللي ملتصقه بيه تفضل هي دايرتي انا كاسره. يا جماعه الاسره عليها عامل كبير جدا، عليها واجب كبير جدا. اللي مش مستعد للواجب ده ما يخلفش، ارجوكوا ارجوكوا، لانكم انتوا مش بس هنقول الاطفال دول هيبقوا تعساء، لا، هنقول الاطفال دول هيبقوا ممكن مصابين بداء رهيب جدا، وممكن يبقوا هم في يوم من الايام هيبقوا اداه لنشر هذا الداء. وفي الاخر انتوا حتى لو بعد 100 سنه، ده في ميزان سيئاتكم على فكره، لكم انتوا اللي زرعتوا الزرعه الوحشه دي. فالاطفال ما عندهمش ضمير، لسه الضمير ما تكونش. فانا لازم امشي تربويا في كذا سكه. اول حاجه ان انا رقابه شديده جدا على الاطفال، اوكي. نمره 2 ان انا اتفرج على اي محتوى هم بيتفرجوا عليه قبل ما يتفرجوا عليه. يعني انا اعمل زي المصفى كده، اشوف هتعدي ولا مش هتعدي. لو مش هتعدي يتفرجوا على حاجه تانية، ما سيبلهمش هم الاختيار ابدا ابدا. لازم نبقى ام رخمه شويه واب غلس شويه عشان مصلحه الولاد. الحاجه الثالثه انه لازم ابقى امان، ابقى انا مضمار امان. طب ليه؟ ما انت بتقولي خلاص احنا عملنا الرقابه. لا، افرض زاروا واحد صاحبه ولا واحد جاره ولا ابن خالته ولا ابن عمته، يكون اهله مش واخدين بالهم زي ما انا واخده بالي، فقال له تعرف، شايف، بص حصل ايه، جرى ايه، ده انت شفت ايه، ده انا عرفت ايه. يبقى لازم يبقى فيه مساحه ثقه وجسر رهيب للحوار بيني وبين الطفل ده او الطفله دي، ان هي تيجي تحكي لي يا ماما ده انا فلانه بنت عمي ورتني فيديو وكذا كذا، وهي بتحكي بعفويه انها ضامنه رد الفعل. فساعتها انا هنا اقوم بدور الرقابه واشوف ده ينفع، ده ما ينفعش، وبالتالي يبقى ليا التصرف الصح في الحاله دي. ان انا بقى اكلم اهل البنت التانية ولا اهل الولد التاني واقول لهم خلوا بالكم في حاجه كذا 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 بتحصل. والله لقيت تجاوب خير وبركه، ما لقيتش تجاوب يبقى انا برضو ده بيبقى لمبه حمراء ان انا ابعد بنتي عن الاطار ده، او ابعد ابني عن الصحبه دي. فهنا
السن زي ما اتفقنا، احنا معانا لغايه حضرتك وحضرتك 18 سنه، احنا لازم نبقى في رقابه. من ضمن الحاجات اللي برضو لازم نحذر منها ولازم ناخد بالنا منها انه مفيش اوضه تتقفل على ولد وولد، ولا على بنت وبنت، ولا على ولد وبنت. لغايه سن متاخر مفيش اوضه تتقفل. ما ينفعش احسس الاطفال بالامان. الخلوه الامنه الشيطان لازم يكون موجود فيها، وهيعلمهم حاجات ممكن الحاجات دي تطبع جواهم ويبداوا يمشوا في طريقها فيتسحبوا من غير ما يحسوا. فالاب والام دوركم كبير جدا جدا، دوركم مهم جدا جدا. اهم دور على الاطلاق في حياتكم هو دوركم ناحيه ابنكم وبنتكم، وان احنا نعمل رقابه عظيمه على اللي هم بيشوفوه او بيسمعوه او بيدخل دماغهم او بيتكلموا فيه، سواء جوه البيت او بره البيت. هو سؤال موضوع ان هل في علامات تبين لنا طفل او طفلي او ابني او بنتي هل تعرضوا قبل كده للتحرش ولا لا. في الشخصيات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الشخصيه اللي بتبقى انتروفيرت وانها مش بتحب تشارك همومها مع حد وانها مش بتتواصل او بتخاف من التواصل مع الاهل، احيانا بيكون صعب. احيانا بيكون صعب ان احنا نعرف، بدليل انه حتى في الحياه العمليه انا لحد دلوقتي بيجي لي ناس سنهم فوق العشرينات والثلاثينات والاربعينات والسبعينات زي ما كنتوا عايزين، يعني اتعرضوا للتحرش في صغرهم وعمرهم ما قالوا لحد الكلام ده، وعمرهم ما شاركوا اهلهم في الموضوع ده، لان هم طول الوقت كانوا خايفين من رد الفعل. فموضوع الخوف من رد الفعل يا جماعه ده خطير. طيب اذا كان الطفل شويه مش بقى يعني مش حويط، او ان هو يعني الطفل كده بيبقى غلبان وجميل، وبالذات لو كان صغنن شويه وكده، يبقى من ضمن العلامات ان هو دايما مركز في اعضائه الجنسيه، واحيانا بيبقى عنده حاله من بيجي له حاله من الحكه او الهرش في الاعضاء الجنسيه، وبنلاقي ان هو بيبص حواليه كتير بطريقه يعني تعرفنا ان هو مش حاسس بالامان، وانه بيبقى في شخص معين يا اما هو بيتوق قوي ان هو يشوفه، او ان هو مبالغ في ان هو عاوز يهرب منه. فموضوع حكايه ان يبقى دي يعني حاجه نعرف بيها، لا دي للاسف مش موجوده، بس في دي كلها probabilities، يعني دي حاجات عوامل بتخلينا نقرب شويه من القصه دي. اخد بالي قوي لو شخصيه الطفل من الشخصيات اللي احنا شرحناها، اللي هي شخصيه سلميه وكيوت ولذيذه وما بيرضاش يكسف حد، واحنا بنقول عليه كمان عشري، ده عايز ياخده يروح هنا يروح، وده عايز ياخده يروح هنا يروح. لو في مثلا شخص معين في السراوندينج يعني لقينا ان هو بيبدي اهتمام خاص بالطفل ده، او ان هو دايما عايزه معاه، او ان هو دايما مثلا يستأذن والده او والدته ان هو انا رايح مش عارف ايه اديهولي، انا رايح مشوار يجي معايا، انا رايح يومين السخنه ولوحدي فانا بحبه وهو بيحبني، تعالوا والله هاخد بالي منه. الحاجات دي يا جماعه مش مسموحه. الاطفال لازم تكون بصحبه اهاليهم، ولازم يكونوا تحت رقابه اهاليهم. كمان لو لقيت ان الطفل بدأ يبقى فيه سلوكيات مش متداوله، ما كانتش متداوله من شخصيته قبل كده، يعني بدأ مثلا يبقى قافل على نفسه كتير، بيغيب في الحمام، بدأ مثلا يستغل فرصة انشغال الأم مثلا في المطبخ أو حاجة، أو الأب مش موجود ويبتدي لو عنده أخ أو أخت عايز ينفرد بيهم، يبتدي إن هو بنظبطه كده في أوضاع مش لطيفة، أو إن هو بيتفرج كتير على الموبايل. فبمناسبة الموبايل لو سمحتوا عاوزين نعمل limitation للسكرين تايم. سكرين تايم أطفال ممنوع عليهم الشاشة أساساً، فحتى لو تلفزيون عادي لو سمحتوا بالكتير قوي 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 ساعة في اليوم لو في دراسة، ساعتين لو ما فيش دراسة، ويبقوا دايما مش في خلوة آمنة، يبقوا قاعدين قدام شاشة باينة لكل الدنيا، أو معهمش الموبايل ده خاص ومستخبي، لا الموبايل هتتفرج عليه تبقى قاعد هنا في الليفينج، ويبقى بطريقة أو في وضع موبايل أو تابلت أو whatever، في وضع يخلي اللي رايح واللي جاي شايف انت بتشوف ايه. الشيطان بيتشطر على
ان الواحد يقعد لوحده، سواء عند الاطفال او عند الكبار. فبالذات عند الاطفال انا لازم افهمهم انه انت مش مسموح بالخصوصيه العاليه. هيقول لي لا التربيه الحديثه ومش التربيه الحديثه، الله يخليكم، خلي التربيه الحديثه في حاجات تانية غير اللي انا بتكلم فيها. خلي في الحته دي تربيتنا قديمه شويه، نبقى دقه قديمه شويه، اولد فاشن نقول، اولد ستيتمنت بقى نقول، اولد اي حاجه نقول. انت جدو قوي يا بابي، ماشي، انت تيتا قوي يا مامي، اوكي، ما عنديش اي مشكله. الاطفال، في بعض الاطفال عندهم ذكاء حاد ان هم بيعرفوا ايه الكلمه اللي هتبروفوك الاهل وهتخليهم يعملوا اللي هم عايزينه. فبرضه لو سمحتوا ما تتجروش للقصه دي، وخلينا رخمين شويه. الاطفال علشان يطلعوا شخصيات سويه لازم يبقى فيه بالانسنج، لازم يبقى فيه جزء من تربيتهم فيها امباكشن وامبوزيشن، اجبارهم على حاجات حتى لو هم مش عايزينها لمجرد انه بابا قال كده وماما قالت كده. وفي جزء تاني بيبقى لازم انت عايز تعمل حاجه لازم اكون انا موافقه عليها، ولو عايزه اخيره او اخير البنت اخيرها بين حاجتين اكون انا راضيه عنهم علشان احسسها او احسسه ان هم اللي اختاروا. موضوع الغرب وسنين الغرب واللي بيحصل في الغرب، واحنا عايزين نبقى زي الغرب، والغرب بيقول ايه وانتوا هتفهموا احسن من الغرب، يعني مرهق، متعب يا جماعه. هو باي ذا واي لو احنا كنا جينا من 100 سنه او من 120 سنه كانوا هم في الغرب هيقعدوا يقولوا هو انتوا بتفهموا احسن من العرب، هو احنا بنفهم احسن من المصريين، هو احنا هنقارن نفسنا بالناس دول؟ فاحنا ليه مستقلين نفسنا؟ يعني على فكره احنا عندنا a lot of blessings مش عندهم. يعني احنا عندنا في ضوابط، عندنا في دين، عندنا في regulation، عندنا في مجتمع خلينا نقول متحفظ او خلينا نقول محافظ. الكلام ده كله ده ميزه كبيره جدا. الكلام ده كله مخلي انه حتى اي حد بيغلط مش فخور انه بيغلط، مش سعيد انه بيغلط، بيحاول يخبي غلطه، بيلجأ للعلاج علشان ما يبقاش قدام المجتمع منبوذ، بيحاول يداري اللي هو بيعمله عن الناس عشان يفضل الناس متقبلينه، ودي ميزه. لكن في الغرب بيعملوا ايه بقى؟ هم بيحاولوا يقضوا على الحته دي، بيحاولوا يقضوا على الحته اللي متضايقه اللي جوه الناس اللي بتعمل كده. فلا انا معاك، لا احنا بنسبورت يو، لا انت طبيعي، لا انت مولود كده، لا be proud of yourself, accept yourself. accept ايه؟ accept الخيبه، accept الزفت، accept القرف. لا يا جماعه، احنا ما ينفعش ان احنا نبقى ما دام الغرب قال كده يبقى احنا نقول امين. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا كنت في مناقشه من كام سنه مع حد متخصص في الطب النفسي بكل اسف، يعني هو عادي مصري عادي وبيقول لي وانت بقى بتدعي انك انت بتعالجي الهوموسيكشواليتي؟ قلت له لا انا مش بدعي، انا بعالج الهوموسيكشواليتي فعلا، وعندي آلاف الحالات ونجحت الحمد لله ورجعوا طبيعيين 100%. فضحك ضحكه كده مستهزئه وقال لي هو انت بقى هتفهمي اكتر من الامريكان؟ فالحقيقه قلت له طبعا في دي طبعا افهم اكتر من الامريكان بكل ثقه. انا I'm based على حاجه قويه جدا ربنا قال فيها ايه. على فكره في كل الكتب السماويه وغير السماويه، في كل الاديان السماويه وغير السماويه. علشان انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان بيقول ابو سلام بقى طب لو جالك حد بقى مش مسلم هتقولي له برضه قال الله وقال الرسول؟ لا انا هقول له الزبور قال ايه، وهقول له الكتب السماويه الثانيه قالت ايه، وهقول له بوذا قال ايه، وهقول له مبادئ السيخ بتقول ايه، وهقول له الهندوس بيقولوا ايه. ده شيء غير متقبل لانه ضد الفطره الانسانيه. طبعا انا بالنسبه لي الموضوع محسوم لانه ربنا اللي قال كده في القران، وربنا ما بيظلمش حد. ولما قوم لوط اخترعوا، وانا بقول اخترعوا الموضوع ده اخترعوا ده بناء على ايه؟ بناء على القرآن بيقول كده انكم لتأتون الفاحشة ما اتى بها احد قبلكم من العالمين. يعني ده اختراع بشري.
اتيان نفس الجنس ده اختراع بشري، فما فيش حد يجي يقول لي ان في حد مولود كده. لما ربنا توعد قوم لوط ونفذ فيهم مسألة وجعلنا عاليها سافلها، ده غضب شديد من ربنا استخدم فيه قوة ما يقدرش عليها غيره هو سبحانه وتعالى. فده يبين مدى غضب ربنا على هذا الفعل. وبالتالي انا بالنسبه لي ده كان الاصل في الموضوع، وانا يعني طلعت انطلقت من هناك من النقطه دي. لكن لما بدات بقى امشي وابحث 28 سنه اللي فاتوا اللي انا اتخصصت فيها التخصص ده، لقيت انه كل حاجه بتقول انه الكلام ده مكتسب، اختراع بشري، دي مش حاجه لا حد مولود بيها ولا حد اتخلق بيها. طيب هيقولي طب العلم قال ايه؟ هقول لك العلم حاول بشتى الطرق، والله العظيم يا عيني يا عيني، حاولوا بشتى الطرق ان هم يثبتوا ان دي خلقه وفشلوا. قعدوا تقريبا 15 سنه يحاولوا يعملوا ابحاث عشان يثبتوا ان دي حاجه في الجينات، ما عرفوش. ان دي حاجه في البرين مورفولوجي، يعني في شكل تركيبه المخ، ما عرفوش. ان دي حاجه في الكروموزومات، ما عرفوش. ان دي حاجه بتحصل اثناء الحمل الام في الطفل، ما عرفوش. ما عرفوش يثبتوا حاجه. موقفهم بقى وحش جدا، فبداوا يستخدموا القوه السياسيه وموضوع انه حريه اختيار الجنس بقى انكلودد في الايتمز بتاعت سعاده الشعوب عالميا. يقول لك بقول لكم ايه هو كده. طيب ايه سلاحهم التاني؟ ان احنا نجيب الاطفال ونروح لهم المدارس ونديهم سويتس وحاجات لطيفه وبتاع، ونوريهم برزنتيشن يقول لك ان ده عادي. ان طب ايه كمان؟ انه احنا نفتح البلاد الغربيه لهجره المثليين عشان ده عادي، ونقول لهم اصل بلدكم وحشه اللي هي مش قبلاكوا دي، فتعالوا يا حبايبي تعالوا تعالوا عشان ده عادي. الحقيقه الكلام ده مش عادي. اقول لكم الاثبات، احصائيه هم اللي عاملينها مش انا. بيقولوا في امريكا 97% من المثليين متابعين مع طبيب نفسي طول الوقت. 97% بعد اول 5 سنوات من الممارسه. يعني بعد ما بقى ايه، راحت السكره وجت الفكره زي ما بيقولوا، بعد ما هم بداوا ايه خلاص بطلوا او وقفوا الانشغال بحته ده من حقنا واحنا كده واحنا عايزين نعمل كده ومش عايزين نعمل كده. خلاص عدت المراحل دي والدوله واقفه جنبنا شكرا، واحنا كويسين شكرا، واحنا حلوين شكرا، واحنا عندنا البريد بتاعتنا السنويه شكرا، واحنا عندنا الناس اللي بتدافع عننا شكرا. طيب ماشي، انا بقى لما بقعد مع نفسي مش مرتاح. بيحاولوا يلجأوا او تسيك الانر بيس مع الاطباء النفسيين، فنتيجه انه 97% ماشيين مع اطباء نفسيين وما بيخفوش فبيفضلوا ماشيين معاهم طول الوقت، لانه ما حدش بيقول لهم انه اللي انتوا بتعملوه ده غلط وما ينفعش ومش خلقه. طيب 92% من الجيز اللي بيمارسوا بقالهم اكتر من 5 سنين اقدموا على الانتحار على الاقل مره. يا نهار ابيض، 92%! ايوه 92% اقدموا على ايه؟ على الانتحار على الاقل مره. طب ليه بيقدموا على الانتحار؟ بيحاولوا يا جماعه، بيحاولوا ان حد يتقبلهم، ظبطت. بيحاولوا ان هم يمارسوا الكلام ده، ظبطت. لكن بيحاولوا يتقبلوا نفسهم، ما عرفوش. حاسين بتعاسه داخليه وهم مش عارفين ليه التعاسه دي. طيب انتوا متدلعين ومتشخلعين وكل الناس حواليكوا وكل الناس بتساندكوا، طب ليه بقى التعاسه دي؟ مش عارفين. لما بيحاولوا يدوروا على السعاده وما بيعرفوش، مره في مره في مره انا مش قادر اعيش في الحياه دي، فبيقدم على الانتحار على الاقل مره. انقذوهم بقى ما انقذوهمش مش قصتنا دلوقتي، لكن دي احصائيات هم اللي عملوها مع نفسهم. فهم يا جماعه بيضادوا نفسهم. ففي الاخر بنقول طب احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما هو ربنا نزل لنا كتالوج، قال لك ايه؟ قال لك انه إنا خلقناكم من ذكر وانثى، مفيش حد تاني، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طب لو هو
مفيش ذكر وانثى، او لو احنا لعبنا في الحته دي احنا هنبقى شعوب وقبائل ازاي؟ ما هو احنا كده مش هنتكاثر، ما هو مفيش ذكر وانثى. فبالتالي جعلناكم شعوبا وقبائل دي علشان خلقناكم من ذكر وانثى، دي مترتبه على دي. حتى دلوقتي العقلاء في امريكا او في اوروبا بداوا بيتراجعوا تماما عن مبدا مسانده المثليين، وبداوا يطلعوا حتى على التيك توك مليانه فيديوهات على اليوتيوب اشكال والوان ان هو احنا ازاي بنعمل كده في نفسنا يا جماعه. وفي بلاغ كان ضد محل هناك كبير قوي قوي عشان بيبيع فانيلات اطفال معمول عليها الرينبو، ويقول لك السبورت مانث والمانث اوف مش عارف ايه وبرايد ايه، فقال لك مش مفروض تعمل كده. في طبعا البرلمانات في بلاد كتيره جدا صارت وهاجت وماجت انه مش مسموح يا جماعه ان كنتوا تدرسوا الكلام ده لاولادي من غير ما انا اوافق. وبالتالي بدات تطلع او تزيد جدا جدا هوجه الهوم سكولينج، انه لا خلاص انا عيالي قاعدين بقى في البيت وانا اللي هشرف على تعليمهم وانا اللي هفلتر المعلومات اللي بتوصل لهم، لانه في رفض عام للموضوع ده. في الافلام الامريكاني اما بيصور لك عيله طبيعيه بيقول لك ان احنا فلان الفلاني ده جاي احنا قابلينه، بس طبعا اتس اشيم، ده بيحصل كتير في الافلام الامريكيه. فاحنا يا ريتنا التاثر بالغرب يبقى في الحاجات الكويسه. عندنا تنظيم وقت زيهم؟ لا. ناخد بالنا من صحتنا زيهم؟ لا. عندنا تقدمات تكنولوجيه زيهم؟ لا. طب احنا عندنا اختراعات، كم الاختراعات اللي زيهم؟ لا. عندنا انتاج زيهم؟ لا. احنا بنستهلك، بس بنستهلك افكار سيئه، بنستهلك حاجات سيئه، بنستهلك بضايع، بنستهلك موبايلات وساعات ونظارات وهدوم وتمام. لكن نيجي للحاجات الكويسه المهمه، طب انتج زيهم نفس الكواليتي زيهم، يقول لك لا ما اصل احنا ما عندناش الامكانيات بتاعتهم. طب ما تخلق الامكانيات بتاعتهم، ما هم ما جابوهاش من المريخ. لا 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 انا تمام، انا بستهلك، بس انا مستر مستهلك، مستهلك للميديا، مستهلك للافلام، مستهلك للكرتون، مستهلك للسكرين اللي هتضيع عيالنا دي اللي بيطلعوا ما عندهمش هويه ومتاخرين في الكلام ومتلعثمين وعندهم ديسلكسيا وعندهم تاخر في التعليم وعندهم كده، عشان انا كأب وام عايزه اريح دماغي، مش عايزه اقوم بدوري. اللي عنده اي اسئله تانية غير الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها تحبوا نعمل عليها فيديوهات تانية، في لينك هتلاقوه في البايو، اكتبوا اسئلتكم عليه. واللي عايز يعرف معلومات مفصله عن كيفيه تربيه الاطفال في كل مراحل العمر، التربيه الجنسيه وازاي نوعيهم وازاي نبقى اصحابهم وازاي ان احنا نقيهم شر ان هم يقعوا في اي حاجه من اللي احنا قلنا عليها دي، سبسكرايب. برضه هتلاقوا لينك اوف سبسكريبشن في الكورس بتاع تربيه الاطفال الجنسيه.